السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معلومة مهمة جدا في الفيديو بتاع النهاردة. المعلومة اللي هي إيه؟ حوالي 95% من الناس اللي عندهم حصوات في المرارة بيعرفوا الموضوع ده صدفة، ما بيكونوش عارفين أصلا إن هم عندهم مشكلة في المرارة أو حصوات في المرارة. إزاي يا دكتور خليفة؟ في ناس مثلا بتكون جايه تكشف بالصدفه اللي هي عندها مغص في بطنها، تيجي تكشف بالسونار او تعمل اشعه تلفزيونيه سونار برضو عند اي دكتور بره او عند اي مركز اشعه، بتلاقي المراره فيها حصوات. او واحد مثلا رايح يكشف عند دكتور بطنه عنده دور برد وعنده مثلا نزله شعبيه ولا حاجه، والدكتور بيصادف اللي هو كان عنده سونار فبيعمل له اشعه على بطنه بيلاقي مثلا المراره فيها حصو برضو واحدة مثلا حامل ولا حاجة ودكتور النساء حب يطمن عندها مغص، ببص على المرارة لقى فيها حصوات في المرارة. يبقى لازم تعرف ان الحصو بتاع المرارة او التهاب المرارة ممكن تكتشفه صدفة وانت بتكشف على اي حاجة تانية عن طريق اللي انت بتعمل اشعة تلفزيونية على البطن والحوض. طيب احنا دلوقتي لقينا في حصو في المراره، انا وجهه نظري كدكتور خليفه لو لقيت في حصو في المراره، الحصو دوت صغير وكتير ومال المراره، لازم تروح تعمل عمليه فورا وما تاخرش. ليه؟ لان اكون خايف عليك ان حصوه من دي تعدي في القناه المراريه وتعمل لنا انسداد في القناه المراريه، ولا قدر الله تعملنا مشاكل بعد كده ونعوز نركب دعامه ونخش في مجالات تانيه احنا كنا في غنى عنها. طب لو الحصو دوت كبير او اكبر من القطر بتاع القناه المراريه، ممكن ننتظر شويه مع المحافظه في الاكل والشرب وناخد العلاج بتاع المغص المراري. طيب بس طبعا الحصو او الالتهاب بتاع المراره من الحاجات لا قدر الله اللي هي بنسميها بريديسبوزنج فاكتور او بريسيبيتيتنج فاكتور، اللي هي بعد كده تتحول لاورام. المرارة نفسها يحصل فيها أورام ولا حاجة لا قدر الله. فعلشان كده مجرد هو اللي أنت عرفت أنت عندك حصو في المرارة أو عندك التهاب في المرارة، أنا بفضل اللي أنت تعمل عملية المرارة وتشيل المرارة خالص وترتاح منها. طب إحنا عندنا طريقين في موضوع اللي إحنا نشيل المرارة، لا إما نعمل منظار يعني منظار جراحي نشيل بيه المرارة، او نعمل فتح جراحي ونشيل المراره عن طريق فتح جراحي. انا كدكتور خليفه انا دكتور بطنه طبعا مش ليا الموضوع حدد موضوع المنظار او الفتح الجراحي، بس انا بفضل موضوع المنظار. ليه؟ لان الفتح الجراحي ده بعد كده لو البني ادم او الانسان اللي عمل عمليه بيشتغل كتير او بيشيل حاجات تقيله، ممكن بعد كده بيعمل حاجه اسمها انسيجنال هيرنيا، يعني بيعمل فتح في الفتح الجراحي. يبقى الافضل لينا اللي احنا نعملها بالمنظار افضل عشان تكون مريحه للفرد اذا كان بيشتغل والمنظر الجمالي بتاع البطن. ودي كانت معلومه بسيطه النهارده معانا مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد وجهاز الهضم والحميات، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.